إذا كنت من الرجالة اللي بيقولوا إن التواصل العاطفي سهوكة ونحنحة وإن دي رفاهية ما تسمحش بيها ظروف الحياة، فلازم تعرف إن الدراسات كلها بتقول إن جودة التواصل العاطفي بين الزوجين مرتبطة ارتباط مباشر بجودة العلاقة الحميمية، وإن جودة العلاقة الحميمية واستمراريتها مرتبطة بجودة العلاقة بين الزوجين بصفة عامة. يعني إيه تواصل عاطفي؟ مش أنا اللي بقول، الدراسات بتقول إن لو ما لمستش زوجتك أسبوع واحد هتلاقيها وتلاقي نفسك مودكم مش حلو، عصبيين، بتتلككوا لبعض. واللمس هنا مش المقصود بيه أثناء العلاقة الحميمية، لأ، دي لمسات حنونة متكررة يوميا خارج غرفة النوم. بتفاجئها بحضن وهي واقفة بتشتغل، بوسة على راسها، امسك ايدها وانتوا في العربية سوا. فيها ايه؟ كنت سيبيه يمسكها يا فوزية. العلم أثبت إن التلامس بينكم على مدار اليوم بيحفز هرمون الأكسيتوسين، وده الهرمون المسؤول عن الترابط والألفة والمودة والراحة النفسية اللي ربنا ذكرهم في القرآن، وهو من أقوى مزيلات التوتر. أما الكلمة الحلوة والتقدير مش بس بيحفزوا إفراز الأكسيتوسين، دول بيقللوا هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول. تالت حاجة الكواليتي تايم، وده بيعمل حاجة اسمها تزامن الموجات الدماغية أو النيورال كابلينج. لما الزوجين بيقضوا وقت مع بعض أو يعملوا نشاط مشترك، يمشوا سوا، يتكلموا مع بعض حديث عميق بدون موبايل، بيحصل اللي بنسميه الاقتران العصبي. تبدأ دماغهم هما الاتنين في العمل على نفس التردد، ويبدأ المخ يفرز كمية أكسيتوسين كبيرة جدا، وده بيقلل نشاط الأميجدلا المسؤولة عن الخوف وعن القلق، ويفرز الجسم الأندروفين اللي هو مسكن طبيعي للألم والتوتر. بقول لكل زوجين التواصل العاطفي مش رفاهية ولا حاجة ثانوية، ده ربنا وصفهم في القرآن بالمودة والرحمة، وأمرنا بيهم لما قال لنا وقدموا لأنفسكم.